وزي ما اتذكر في كتاب السينما في مصر لسعد الدين توفيق، كانت الكاميرا تدار باليد، وكانت الإضاءة تتم بواسطة مرايا ألصقت عليها قطعة من قماش من التل الأبيض تشبه الناموسية، أو بواسطة لوحات كبيرة مغطاة بالورق المفضد تعكس أشعة الشمس على وجوه الممثلين. يعني الإمكانيات شبه معدومة. فكان حلم محمد كريم وقتها انه يصور في بيئة طبيعية في الريف بالفعل بين الخضرة والاشجار، حلم على ارض الواقع صعب انه يتحقق. لكن زي ما بيذكر الاستاذ سعد الدين توفيق فيما بعد، ان محمد كريم اول من استخدم الكرين في السينما المصرية لتصوير لقطة من الاعلى، وبيوصف وبيقول: وفي هذه اللقطة نرى يد تمتد الى صح ثم ترفع غطاء الصح، وهنا ترتفع الكاميرا الى اعلى اكثر فاكثر. والتصوير اللقطة دي كان المصور قاعد فوق قاعدة كبيرة من الخشب على حفتها الكاميرا بصة لتحت، واللقطة دي استغرقت في تصويرها 3 ساعات، وكان تكلفة تصويرها 11 جنيه. الفيلم اتصور على مدار سنتين، لكن عدد أيام تصويره كانت 64 يوم. برضو من ضمن الحاجات المبتكرة اللي عملها محمد كريم في الفيلم ده هو إنه صور مشهد واحد بس ملون في الفيلم بالكامل، وبعته لفرنسا عشان يتلون باليد. وزي ما اتذكر وقتها إن المشهد كان طوله 400 متر من الخام، وتكلف تلوين المتر الواحد جنيه كامل. يعني المشهد بالكامل كان سعره 400 جنيه. وطبعا زي ما احنا شايفين كده ان الميزانية اللي كان متحدد لها 500 جنيه في البداية تقريبا وصلت ل 2000 جنيه عشان يكون تمن المشهد الملون ده هو ربع تمن الفيلم بالكامل.